هذا سائل قبل أيام قلائل وجه سؤالا من الجزائر، يقول: في مسجدنا في الجزائر الناس يبكرون إلى المسجد عند كل صلاة، وخاصة صلاة الصبح، يمتلئ الصف الأول تقريبا ساعة قبل صلاة الصبح، فالناس جالسون يقرؤون القرآن ويذكرون الله. يقول: أنا كنت أبكر وأصلي في الصف الأول، ثم أحببت قيام الليل في البيت، أصلي في بيتي وقبيل أذان الصبح أتوجه إلى المسجد. يقول: وصراحة أحزن لما أرى الناس أمامي وأنا أصلي في الصف الثاني أو الثالث، وأشعر أني مقصر وغير مجتهد. يقول: ما هو الأفضل، أن أذهب إلى المسجد مبكرا حتى أنال الصف الأول، أو أصلي في بيتي قيام الليل وألتحق بالمسجد قبيل الأذان وأصلي في الصف الثالث أو الرابع؟ هذا سؤاله بنصه، يخرج قبيل الأذان ويصلي في صفوف متأخرة، وإذا أراد الصف الأول فعليه أن يأتي قبل الأذان بساعة. قارن بحالنا في صلاة الفجر وقلة المصلين وكثرة من تفوتهم هذه الصلاة، فالله أعلم هل يصلونها قبل خروج الوقت أو بعده. فهؤلاء أيها الأحبة بمنأى عن حال من وصف في هذا السؤال. هذا سؤال، هذا استفتاء، لكن فيه عبرة عظيمة وموعظة بليغة أيها الأحبة. فنحن لا في صلاة الجماعة ولا في صلاة الجمعة نكون على حال تسر. العظة واضحة من هذا السؤال.